أحداث الفيلم ببنت قاعدة في وسط ورود جميلة وفي حد بيصحيها، وبنكتشف إن البنت دي طبيبة في مستشفى وبتحب شغلها جدا لدرجة إن في بعض من زمايلها بيدولها شغلهم اللي هم أصلا المفروض يعملوه. وكل المرضى بيحبوها في المستشفى لأنها كانت رحيمة، ولأنها كانت طبيبة شاطرة جدا وبتهتم بيهم. وكان زمايلها بيعتمدوا عليها لأنها شاطرة، وبيجيلها اتصال تليفوني من أختها وهي بتفكرها بالميعاد اللي هي مجهزه لها عشان تتعرف على شخص جديد عشان تبدأ حياة لنفسها. بس في الوقت ده بيكون في حالات كتير بتدخل المستشفى، بس رئيسها بيقول لها لازم ترتاحي لأنك تعبتي قوي، لازم تاخدي راحة شوية، وأنا دلوقتي بقولك لازم تروحي. وبعدين بيجي لها زميلها وهي خلاص مروحة وبيطلب منها حاجة تخلصها بس في الشغل، وده بيأخرها طبعا عن الميعاد شوية، فبتبدأ ان هي تجري عشان تلحق توصل للميعاد اللي اختها قالت لها عليه. وبعدين بيكون المطر شديد قوي وهي رايحة الميعاد ده، وكانت مبسوطة وهي بتكلم اختها، بس للأسف بتعمل حادثة. ونيجي دلوقتي لشخصية جديدة وهو ديفيد. ديفيد كان دلوقتي مع مسؤولة عقارات أو سمسارة عقارات، بيحاول إن هو يلاقي شقة مناسبة ليه. كل ما يروح مكان مفيش أي شقة بتعجبه، لغاية ما بيستقر على الشقة اللي هو شافها دي وبيستقر فيها خلاص، وبيقعد يتفرج على ذكرياته مع مراته وهو قاعد متضايق ومكتئب لأن مراته ماتت ومش قادر يكمل حياته. فجأة بيشوف بنت قدامه وهي البنت اللي كانت في أول الموفي، ودلوقتي بتقوله ايه اللي جابك هنا؟ انت اكيد متشرد، ازاي تدخل هنا؟ قال لها يعني ايه؟ دي شقتي، انتي روحتي فين؟ بيستغرب جدا ويدخل المطبخ وبيقعد يدور، بيدخل في كل حتة في الشقة. ايه البني ادمة الغريبة دي؟ ولا انا بيتهيألي؟ بيروح يحكي لصاحبه على القهوة وبيقول له انا شفت بنت. قال له اكيد انت حالتك النفسية تعبانة، روح نام. وبيبدأ ينام، بس بتظهر له تاني بتقول له برضو انت لسه موجود، دي شقتي. قعد يقول انا بحلم انا بحلم انا بحلم، وهي تقول له لا ما بتحلمش، دي شقتي. وقعدت تقول له على علامات وحاجات في الشقة، وهو يستغرب ان هي برضو علامات حقيقية، بس برضو هي مش حقيقية. جت تحاول تتصل بالبوليس، ما عرفتش تمسك التليفون واختفت من قدامه. هو بقى مستغرب قوي، اكيد في حاجة غلط. واول ما بيصحى بيكلم استمسارة العقارات وبيقول لها عن مواصفات البنت، بيسألها هل البنت اللي كانت ساكنة قبله بنفس المواصفات دي، وبتقول له ايوه. وهو بيتصدم وبيروح مكتبة عشان يقرأ عن الكتب اللي بتتكلم عن الروح وعن هل هي شبح ولا ايه. هو مش فاهم حاجة. بيقابل هناك امين المكتبة وبيساعده ويديله كتب، وبيبدأ ان هو يعمل طقوس غريبة على اساس ان هو يطرد الروح الشرير. بس هي بتظهر قدامه وبتقول له ايه الحاجات الهبلة اللي انت بتعملها دي؟ اكيد يعني انا مش همشي بالطريقة دي. بيبص لها وبيقول لها ايه ده؟ انت شبح، انت اكيد شبح. قالت له اخرس. قال لها ما جاتش. قعدت تدخل ايديها فيه كده في دماغه لدرجة ان هو قال لها خلاص هيجيلي صداع، سيبيني. قال لها انت كده كده مش حقيقية. وهي رافضة ان هي تقتنع بكده، لدرجة كانت جاية تزقه، راحت هي اللي وقع لانها شبح ورجعت تاني في نفس اللحظة. وهو برضو استغرب. خلاص قرر ان هو يتجاهلها ويقعد بقى يقرأ في الجريدة، وهي قعدت تعمل له ازعاج، تغني بصوت عالي، تعمل اي حاجة تضايقه بحيث ان هو يسيب المكان. بدأ بقى يجيب كل يوم بقى كاهن، ويجيب كل يوم حد في طرد الأرواح الشريرة، وكل ما حد يجي يقول له خلاص يا فندم احنا كده طردنا الروح الشريرة وانت هتعيش في أمان. وكمان بتكون الروح قاعدة جنبه، روح البنوتة. وهنا طبعا بنشوف حاجة عبيطة جدا، وهو في ناس برضو جايين على أساس ان هم ناس بيطردوا الروح الشريرة، ويقولوا له خلاص احنا خدناها في المثلث ده، وخلاص يا فندم انت هتعيش في راحة نفسية. لغاية ما بيوصل لأمين المكتبة. أمين المكتبة ده بيبقى قارئ في الروحانيات، بيقول له أنا حاسس إن في حد، أنا حاسس بيها بس مش شايف. تاني بيقول هو أنا شايفها. قال له بص، ممكن يكون في حاجة رابط ما بينكم انتوا الاتنين وانتوا مش عارفينه، بس انا حاسس بيها، هبقى عارف ان هي موجودة، حاسس بيها. بتقعد معاه بالليل وتقعد تتكلم معاه،
تقول له انا نفسي اعرف انا مين، انا نفسي اعرف وافتكر، انا مش فاكره اي حاجه خالص، انا مش عارفه انت ليه الوحيد اللي بتشوفني. بيبدا ان هو يخرج مع صاحبه وهي بتروح معاه برضه، وبتتضايق من اللي هو بيعمله، وهو بيتعمد ان هو يضايقها اكتر. والناس بيقولوا هو ايه اللي هو بيعمله ده، هو بيتعامل كده ليه؟ وبعدين بعد ما بيخرج من الحانة بيقعدوا مع بعض بره في الحديقة، وبتبدأ تكلمه وتقول له انا نفسي اوصل للي انا فيه، وازاي بقيت كده، وازاي انت الوحيد اللي قادر تشوفني. فقالت له لازم نسأل الجيران ومنهم البنت دي، وقالت له لا ما تدخلش عندها. فلما سألها قالت له دي كانت ست كده انا ما بشوفهاش، متعجرفة وقافلة على نفسها على طول. وبيرجعوا للشقة بس هو بيكون نسي المفتاح جوه، فبتقول له في مفتاح الطفاية، وبتفتكر ان ليها بنطلون عند مكواجي موجود جنبهم في المنطقة. وبعدين بيروحوا يسألوه، فبيتكلم بطريقة سخيفة عنها وبيقول انا اتبرعت كمان بالبنطلون بتاعها. وبعدين بيقول لها ما تتضايقيش، ايه رأيك نروح في مطعم نتكلم فيه براحتنا وما تتضايقيش خالص، وهناك في واحد بيحصل له حاجة. وبعدين هي بتقول له اتدخل، وبتبدأ تقول له على الحاجات اللي هو يعملها. هو مبيبقاش مقتنع وبيبقى خايف جدا. تقول له لا ثق فيا واعمل كذا، هو محتاج كده. وبتكتشف بتقول له انا اكيد كنت دكتورة. بعدين بيسألوا على اقرب مستشفى، وبيبدأوا ان هم يروحوا لها عشان يعرفوا هل هي كانت دكتورة ولا لا. اول ما بتدخل المستشفى بتبدأ تعرف الاشخاص وتقول عليهم، وبتبدأ هو يسأل عليها وبيوصفها لهم. وبتيجي رئيسة الأطباء وبتقول له فعلا إليزابيث كانت هنا دكتورة، بس أنت مين؟ قال لها أنا حبيبها. فضحكت قالت له إليزابيث والحياة العاطفية مفيش أي صلة خالص، هي دلوقتي بقالها 3 شهور تعبانة، وقبل 3 شهور حصل لها حادثة ودخلت غيبوبة وما بقتش في حالتها الطبيعية خلاص. قال لها طب انا عايزه اوصل ليها او انا عايز اعرف عنها اي معلومات. قالت له ما اقدرش اديك اي معلومات اكتر من كده. بدأت إليزابيث تفتكر احداث من اللي حصلت قبل 3 شهور في يوم الحادثة. وبعدين هو عمال يتكلم مع الطبيبة، وإليزابيث حست بشعور غريب، حست ان قلبها بينبض قوي. بدأت ان هي تمشي في اتجاه غرفة معينة، الغرفة دي كانت بتقودها ان هي تروح لها غصب عنها، وهي مستغربة ايه اللي شددها للغرفة دي. لو أول لما بتبص فيها بتلاقي نفسها بتقرب على نفسها، وبتبقى مستغربة قوي من حالتها وايه اللي وصلها لكده، وبتبقى متضايقة جدا على اللي هي وصلت له، وان هي في غيبوبة، وان دي روحها اللي هي ماشية بيها. وبيدخل عليها ديفيد، ودلوقتي انتوا عرفتوا اسمه، نسيت اقوله لكم. بيدخل عليها بيقول لها انتي بتعملي ايه هنا؟ ده انتي مش معقول. قالت له انا في غيبوبة، انا مش عارفة هعمل ايه. بدأت ان هي تتجول من غرفة لغرفة وتشوف اصدقائها، وسمعت زميل ليها وهو بقى بيتكلم على المنصب اللي هي كانت هتاخده، وفرحان قوي ان هي في غيبوبة، بيقول ان احنا هنشيل من عليها الاجهزة. وهنا اختها ابي جت تشوفها هي واولادها وكانت مبسوطة. فجاء الدكتور اللي انا بقول لكم عليه ويقول لها انا عايزك في موضوع، وطلع معاها بره عشان يتكلم. طبعا ابي مش شايفه خالص اليزابيث، واللي احنا لازم نشيل من عليها الاجهزه. اختها مشيت وهي متضايقه، واليزابيث بتقول يا ريت يا ابي ما توافقيش. رجع ديفيد وبدا ان هو ياكل يتعشى يعني، وبدا ان هو ينفذ تعليمات اليزابيث في انه يحط الادوات على المائده بالطريقه اللي هي بتحبها، لان هي بتحب الاساس بتاعها قوي وما بتحبش حد يبوظه. فبدا ينفذ كلامها، وده طبعا يدل على انه بدأ يحبها. وبعدين بتيجي إليزابيث وبتشوف الجارة وهي طالعة من عنده من الشقة، وبتتضايق جدا وبتمشي، بقول لها انا ما عملتش حاجة. فهي بتطلع على السطح وهو بيطلع وراها عشان ان هو يرضيها، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وتقول له ان حياتها كانت ضايعة في المستشفى، وانها كان نفسها قوي تعمل السطح ده زي الجنينة كده. بياخدها ديفيد لمكان فيه ورد حقه جميل قوي ولطيف، بقول لها ان هو ده من تصميمه. بقول لها ايه رأيك فيه؟ تقول له ده زي الجنة. تبقى مبسوطة جدا وهي معاه، بتقول له ده اللي انا حلمت بيه. السمسارة بتكلمه وبتقول له عندي ليك خبر سعيد، صاحبة الشقة اللي انت ساكن فيها دلوقتي مستحيل ان هي تجيلك تاني. فقال لها ليه كده؟ قالت له خلاص اهلها قرروا ان هم يشيلوا الاجهزة من عليها وهي تعتبر ميتة دلوقتي.
بيبدأ يظهر على وشه علامات ان هو خلاص اتضايق، وازاي ان هم هيوافقوا على حاجة زي دي. قالت له هم خلاص قرروا بكده واستكفوا بالثلاث شهور دول، وقفل معاها. وبعدين قال لإليزابيث احنا لازم ننقذك. قالت له ازاي؟ قال لها خلاص اختك قررت ان هي تمضي على انهم يشيلوا الاجهزة. وصلوا هناك عندها وهي استقبلته. هو قال لها انا صاحب إليزابيث وارجوكي ما تشيليش الاجهزة من عليها، وانا شايفها دلوقتي وهي مش مقتنعة بكل كلامه. قعد جنب البنات وقالت له طب خلاص هقول لك على حاجات ما بيني وما بينها. قال لها على القبلة اللي انت قبلتيها لجيجي، فاستغربت. وبعدين إليزابيث لقت إن بنت أختها بتبص لها وبتضحك، معنى كده إن هي شايفاها. وبعدين بنت أختها بتجري وتروح تلعب، وهو برضو مصمم ويقول لها أرجوكي ما تشيليش الأجهزة من عليها، انت ليه مش عايزه تقتنع؟ وقعد يقول لها حاجات كتير قوي ما بينها وما بين إليزابيث، بس برضه هي مش مقتنعه ان هي موجوده وقاعده جنبه، وبرضه مصممه على قرارها. قالت له كفايه بقى، هي متعذبه دلوقتي، انا مش عايزه اعذبها اكتر من كده، انا عايزه اريحها. انت ليه مش حاسس بيا؟ وليه مش حاسس باللي هي فيه؟ لو انت بتحبها سيبها ترتاح زي ما الدكاترة بيقولوا. انا اكيد كنت محتاجة ان هي تبقى موجودة جنبي، واكيد ما كنتش اتمنى ان انا اعمل معاها كده. انا منهارة وتعبانة ومتضايقة جدا ان انا هخسر اختي الوحيدة. مش عارفة اقولك ايه، بس ده كلام الدكاترة. كان نفسي ان هي تعيش، كان نفسي ان هي تكون معانا زي ما انت بتقول. لا هي جنبك بالظبط، ارجوكي ارجوكي صدقيني، قلتلك على حاجات كتير ما بينك وما بين اختك محدش يعرفها غيرك. ولما بيفقد الامل بياخدها ويروح لامين المكتبة اللي كان حاسس بالروحانيات وحس بيها. قال له هو انت كنت شفتها؟ قال له لا اكيد، انا قلت لك قبل كده انا حاسس بيها لكن ما شفتهاش. انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انت الوحيد اللي قدرت تشوفها، انت في ما بينكم حاجات كتير. بيرجعوا البيت بيبدأ يدور على اي حاجة يقدر ينقذها بيها. يقدر عمال يدور في الكتب وعمال يشوف ايه اللي يقدر يساعدها بيه، وهي خلاص تقول له خلاص ما تدورش وخلاص ما تتعبش نفسك، دي صورتي انا واختي، انا هقعد دلوقتي اتأمل الذكريات، ودي اخر ليلة لينا مع بعض، ما تنسانيش لان خلاص اكيد لما يشيلوا الاجهزة مش هبقى موجودة. ويقضوا الليلة دي مع بعض وهم قاعدين بيتكلموا مش قادرين يسيبوا بعض. بيطلع النهار وبعدين بيتحرك بعربية كبيرة كان قايل لصاحبه عليها يجيبها، وبيقول له انا هروح اسرق جسد البنت اللي انا قلتلك عليها اللي هي في غيبوبة، لانهم هيشيلوا الاجهزة من عليها وانا بحبها ما اقدرش استغنى عنها. وبعدين بيروحوا عشان يشيلوها، وهي طبعا لانها دكتورة بتساعدهم وتقول لهم ايه الحاجات اللي ممكن نعملها. وبعدين هنا صاحبه لما بيشوفها بيقول له ايه ده؟ دي البنت اللي انا كنت مدبر لك ليها ميعاد معاها، دي اخت ابي. قالت له انا عرفته، ده جيجي. قال لها ده جيجي؟ هو ده اللي اختك كانت بتحبه؟ قعدت بقى تقول حاجات. اتأكد جيجي ان هي موجودة معاه في الأوضة، وطلعوا وبدأوا يتخانقوا والأمن بدأ يضربهم. وده كده الأمن كان شد جهاز التنفس من عليها وبدأوا يحاصروه من كل مكان. فجأة روحها رجعت لها، وبعدين أختها فرحت جدا، قالت لها ابي وكانت مبسوطة. قالت لها ايوه انا. قالت لها وده ديفيد ما انتش فاكراه؟ وطبعا ما كانتش فاكراه خالص، ما كانتش فاكراه نهائي، بس هو يكفيه ان هو شافها وهي حية وعمل اللي عليه، وهي كانت مستغرباه. مين ده؟ مش عارفاه خالص. عمالة تبص ومستغربة هو مين الشخص اللي بيقرب منها وبيبص لها وبيتعامل كأنه عارفها من زمان. قال لها خلاص يا ابي ومشي. وكده كان مبسوط ان هي رجعت للحياة من تاني، بدأت تعيش حياتها مع اختها ومع اولاد اختها وعيلتها على ما تسترد صحتها. رجعت تاني لحياتها الطبيعية ولشقتها. وبعدين بقى لما رجعت الشقة بقيت مستغربة، قالت لهم انا بجد كانت وحشاني جدا. سلمت على اختها وحست خلاص ان هي بقت احسن، وطلعت للسطح اللي كان نفسها تعمله زي الحديقة، كان جنة فعلا، شكله جميل. فرحت جدا واستغربت يا ترى مين اللي عمله. شافت شخص واقف بعيد، قال لها انا. قالت له انت جيت هنا ازاي؟ قال لها من المفتاح الاحتياط. قالت له انا عارفاك، حاسه ان انا عارفاك. قال لها انا ديفيد، ومسك ايديها وقرب منها وبدأت ان هي تفتكر كل حاجة، وكانت فرحانة جدا وسعيدة ان هما بقوا مع بعض. في النهاية
أتمنى يكون ملخص الفيلم عجبكم. كان معكم ريم محمد، أشوفكم في ملخص فيلم جديد.